ناس كتير قوي بعتت لنا بتقول لنا انا بجوع بالليل اعمل ايه؟ خلينا متفقين ان انا موضوع ان انا بجوع بالليل ده معناه حاجه واحده بس، هي ان انا ما اكلتش كفايه خلال اليوم او ما اكلتش كفايه على العشاء. حل بسيط جدا ان انا اذا فضلت مثلا يوم والتاني بجوع بالليل ان انا ازود كميه الاكل اللي باكلها في العشاء، اللي هي برضه هتبقى بروتينز وهيلثي فاتس، مفيش حاجه ثانيه. بس برضه ساعات بيحصل لنا حاجات ان احنا ممكن اكون كلت كفايه على العشاء وسهرت شويه فجوعت بالليل، ساعتها اعمل ايه؟ اول ريكومنديشن ليا خلال اليوم كله سواء الصبح او بالليل هو ان انا اعمل طبق سلطه، جرجير، خس، خيار، اي نوع من انواع السلطه اللي انت بتحبها، وحط عليه معلقه زيت زيتون وممكن نص ليمونه وهاكله. اول حاجه ان طبق السلطه الصغير ده بيبقى فيه فوليوم كبير قوي، فما بينزل في معدتي بيدي لي احساس بالشبع، وفي نفس الوقت ما فيهوش كالوريز كتير قوي. انما مش دايما هبقى قادر ان انا اعمل طبق سلطه، ساعتها ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقطع خياره وحته جزر واجيب معلقه بينت باتر واحده بس احطها على طبق وابتدي اغمس فيها كده بسيط. ده هيبقى حاجه خفيفه جدا وهيلثي بالنسبه لي، والبينت باتر ده هيلثي فات انا ممكن اكله. بس طبعا مش معنى كده ان انا ابتدي احط الصباع الخيار جوه برطمان البينت باتر يعني. طب كده انا بقى ادينا لكم حلين مختلفين تماما لسناكس سهله وبسيطه ومش تقيله وما بوظش النظام الغذائي بتاعنا.